الحق نفسك وارجع إلى الله وشوف إيه اللي أنت عامله، ظلمت مين وأكلت حقوق مين. مش لازم تكون الحقوق مادية، ممكن تكون الحقوق معنوية، ممكن تكون أذيت حد نفسيًا وأنت مش واخد بالك، ممكن تكون علّقت حد بيك وأنت مش واخد بالك، ممكن تكون عشّمت حد وكسرت بخاطره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. معظمنا بيشوف ناس في المنام أول مرة يشوفها. أنا شُفت راجل ساعدني وكان كويس جدًا وطيّوب ووشه سامح وحاول إن هو يساعدني، وحد تاني يقول لك أنا شُفت راجل صعب جدًا وضخم جدًا وعاوز يأذيني وقَل أدبه عليّا وعمل وسوّى، وكل ما أعمل حاجة يُقف يعاندني ويقف ضدي. يا ترى مين الرجل ده؟ وهل إن أنا لو أعرفه يؤوّل زي ما أنا ما أعرفوش؟ النهارده هنتكلم عن الرجل المعلوم والرجل المجهول في المنام. إحنا بنشوف حاجتين، رجل مجهول ورجل معلوم. هو عملك وسعيك والحاجة اللي أنت بتمشي فيها من خير أو شر. إن جالك رجل مجهول ما تعرفوش وكان طيب وسامح وبيعاملك بأريحية كده وكأنه بيعاونك وأنت ما تعرفوش، اعرف إن عملك الطيب اللي أنت عملته من فترة ومش متذكره، ساعدت حد، عملت عمل طيب مش فاكره بس أنت ناسيه، جه الوقت اللي عملك ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يرى. فده عمل طيب أنت عملته لازم تشوفه. فالرؤية جاية بتبشرك إن في الفترة اللي جاية أنت هتكون في شدة وربنا هيقف جنبك، والعمل الطيب سبب في ده، في إن ربنا يسندك زي ما أنت عملت قبل كده مع حد، جبرت بخاطر حد في وقت من الأوقات، ربنا هيجبر بخاطرك بسببه. فبناءً على شكل الشخص اللي شُفته في المنام وسماحته بنحدد. ده الكلام ده لأ بالنسبة لوشه وسماحة وجهه. طب افرض أنا شُفته سامح وجميل وفي نفس الوقت ضخم كبير زي الbodyguard كده، أنت عامل عمل حلو أوي، عامل عمل كبير مش صغير، تحسبه هين وهو عند الله عظيم. حاجة عملتها ونسيتها والحاجة دي كانت بمثابة حاجة كبيرة جدًا هي اللي اتسببت لك في ده، فعملك عافي وخير. أمّا لو كان الرجل نحيف وفي نفس الوقت سامح وضعفان كده وصنّن وأُزعة وحاجة كده إلا، يبقى أنت عملت عمل كويس بس ما كمّلتهوش، حاجة بسيطة. يعني ممكن ما يقدرش ويحاول كمان يساعدك في المنام أو يعمل معاك حاجة وتلاقيه مش قادر، صحته مش مساعداه، يعني تحس إنه ضعيف أو مثلًا واهن وكبير السِن، فيبقى عملك اللي أنت بتعمله وتدعي بيه ضعيف، فلازم تقوّي نفسك شوية في الجهة دي، تحاول إن أنت تكتّر من أعمالك الخير أو تلاقي لك سبيل في إنّك تقوّي عملك الخير، والله أعلى وأعلم. العكس بقى لو أنت شُفت الرجل ده مجهول وكان بيعاملك سيء جدًا، قبيح المنظر، بيزعّق اللي أنت بتعمله بيهِدّه أو بيناقض كلامك وواقف لك على الواحدة، اعرف أو اعرفي، وعلى فكرة بتيجي كمان للمرأة والرجل، أنا مش باتكلّم للرجل بس، اعرف إن أنتِ أو أنت عملك صعب. وإن أنت عملت عَملة سودا وأنت مش فاكرها، وبقباحة شكل الرجل وأسلوبه، ده عملك، فتفقد أحوالك وشوف إيه اللي أنت عملته، ورُد المظالم لأهلها، ظلمت مين، وأكلت حق مين، وعملت إيه في حياتك. اقعد كده وركّز مع نفسك وراجع أمورك، إيه اللي أنت عملته يستدعي إن ييجي لك بالشكل الصعب ده والضخم ده، ويكون بقى ضخم وصعب وشديد وممكن كمان يضربك بوكس والّا يعمل لك حاجة، فتبقى أنت بقى إيه كده في شدة، يبقى معناها هتقع في شدة نتيجة عمل صعب أنت عملته وناسيه ومش فاكره لأن الرجل مجهول. طيب افرض إن مش رجل واحد، أكتر من رجل بيجروا ورايا ويعاملوني سيء، يبقى أنت عامل أكتر من عمل. فدوّر على نفسك بقى، شوف الحق نفسك، الحق نفسك وارجع إلى الله وشوف إيه اللي أنت عامله، ظلمت مين وأكلت حقوق مين، إيه اللي حصل لك، إيه اللي خلّاك أذيت مين. مش لازم تكون الحقوق مادية، ممكن تكون الحقوق معنوية، ممكن تكون أذيت حد نفسيًا وأنت مش واخد بالك، ممكن تكون علّقت حد بيك وأنت مش واخد بالك، ممكن تكون عشّمت حد وكسرت بخاطره، ممكن تكون أذيته أذى نفسي بالغ، اتكلمت في حقه. كان في نميمة وتحسبه هين وهو عند الله عظيم. فيعني حاول تتفقد أحوالك. ولو العمل برضه نفس الشيء، لو هو ضعفان ونحيف وشكله مش حلو
سيء الشكل والرائحة وكل حاجة فيه وحشة، اعرف ان انت عامل عاملة سودة صغننة كده، وهتعدي، هتاخد وقتها وهتعاقب او تجازى بيها وهتعدي. فخد بالك من اعمالك وتوب الى الله حتى لو من الذنب الصغير، والله اعلى واعلم. نيجي بقى نشوف لو رجل معلوم اعرفه من زمان، والرجل ده كان زميل، كان جار، كان عمل، انت عارفه، ولو الراجل ده سامح واحنا عارفين عنه الصلاح، والراجل ده كان كثير الخطى للمساجد وانت عارف عنه ان هو راجل تقي، فاعرف ان انت عامل حاجة كويسة، والحاجة دي انت قصدها وقصد انك تعمل كذا. يعني بتبقى في حاجات تقيلة علينا واحنا بنعملها عشان مرضات الله، وعارفين احنا بنعملها ليه، فانت عارف ده وعامل ده علشان يقعد لك في اولادك، وبتبر اهلك علشان ربنا يجعل لك بركه في كذا. فاللي انت عملته عارفه وحاسب حسابه، وماشي خطوات مدروسه في انك انت تكسب بر والديك ودعاء حلو. فبتلاقي الرجل معلوم وجاي لك في صوره حلوه، الرؤيه برضو بتكون مبشره، فابشر. والعكس بقى، لو جاي لك حد تعرفه والراجل ده كان نصاب واكل حقوق الناس وكان معاملته وحشه وكان فظ، وجاي يضايقك في المنام وانت عارفه، فعملك اللي انت عارفه وانت مكبر دماغك وعارف ان هيحصل لك كذا منه، وعارف ان في يوم من الايام العمل ده هيترد لك ومستني الرد، لا هو جاي هيجي لك يا حلو. الفتره اللي جايه خد بالك ان العمل السيء والذنب اللي انت عملته راجع لك تاني، وهيطاردك في المنام وهيطاردك في الواقع، تلاقي نفسك مش مرتاح ونفسيتك مش حلوه وحاجات كتير بتحصل كده انت في غنى عنها. ده بالنسبه للرجل المعلوم اللي انا اعرفه وعارفه كويس جدا. فده كده الفرق بين الرجل المعلوم والرجل المجهول، ده لو ما بنتعاملش معاهم. والله اعلى واعلم. يا رب يكون التفسير وصل بالدقه اللي انا اقصدها ليكم. طب في سؤال كده يعني ممكن اكون تذكرته، يسالوني يقولوا لي ايه، طب يا استاذ احلام هو دلوقتي العلاقه الاسميه لو واحد اسمه صالح او واحد اسمه زيد ولا عبيد، انا اخد ازاي بمعنى الاسم؟ تاخد بمعنى الاسم لو اول حاجه ذكر اسمه هو او انت تذكرت اسمه ولك مثلا واسمه صالح او اسمه مؤمن او كذا، يبقى معناها ان الامر ده في الدين في صلاح الاحوال، وهكذا بناخد معاه برضو الاسم او العلاقه الاسميه. والله اعلى واعلم. يا رب يكون المعلومه كده وصلت، لان كتير بيسال عن الرجل المعلوم والرجل المجهول في المنام. يا رب احسن خاتمتنا وحسن اعمالنا، ويكون عملي طيب خير زي البوديجارد كده، اشوفه في المنام يكون قوي ويدافع عني. يا رب اللهم احسن خاتمتنا يا رب واكرمني. الله المعين، الله المعين والمستعان. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويحسن خاتمتنا جميعا، ويرزقنا العمل الصالح اللي يكبر الخير عندنا ويزيد. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.